قبل البدء لا تنسوا متابعة قناتنا. تحقق الاستقلال عن فرنسا في 1956 بقيادة الحبيب بورقيبة، ولكن لم يتم الاستقلال الفعلي إلا في جلاء القوات الفرنسية عن القاعدتين ومنها بنزرت في 15 أكتوبر 1963 إثر المعركة المشهورة التي اندلعت ببنزرت للمطالبة بخروج القوات الفرنسية. وبعد خروج القوات الفرنسية بدأ بورقيبة بإصلاحات اجتماعية لتعزيز الهوية الوطنية. تم تطوير نظام التعليم لتوسيع فرص التعلم للجميع. أنشئ نظام صحي لتحقيق رعاية صحية شاملة. تم تأسيس حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجتمع. من أهم ملامح حداثة المجتمع إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين المنظمة للأسرة التونسية. وقد صدرت هذه المجلة في 13 أوت 1956، وجاءت خاصة لخدمة المرأة التونسية وتحسين ظروفها. تعزيز الاقتصاد بتنمية القطاعات الزراعية والصناعية. تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وتحديث البنية التحتية. إدخال إصلاحات سياسية لتطوير نظام الحكم. توسيع العلاقات الخارجية وتحقيق الاستقرار الدولي. تأسيس نظام قانوني حديث لحماية حقوق المواطنين. خلق فرص عمل جديدة وتطوير القوى العاملة. التأكيد على الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون الاجتماعي. تحديات اقتصادية: التقليل من الفقر والبطالة. إصلاحات في مجال الثقافة لرفع مستوى الوعي الوطني. نهاية حكم بورقيبة في 1987 بنقل السلطة إلى زين العابدين بن علي.